السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ بتكونوا بخير، وحشتونا جدًا، 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 أحلى وأجمل مشاهدين في الدنيا. قبل أي حاجة طبعًا أحب أشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة اللي دايمًا بتسعد قلوبنا، ويا رب دايمًا كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي أنتم بتدوها لنا. باحب أفكّر حضراتكم دايمًا إن إحنا بنستنى منكم الدعم واللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان ييجي لكم كل جديد من فيديوهاتنا، وكمان بنتمنى منكم تكتبوا لنا في كومنتاتكم الجميلة آرائكم اللي بتسعد قلوبنا في الوصفات اللي إحنا بننزّلها عندنا على القناة. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة. هنعمل النهارده مع بعض الفطير المشلتت بكل حركاته وتكاته بطريقة سهلة إن شاء الله تكون تعجب حضراتكم. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا احنا النهارده عشان بس اللخبطه، انا النهارده في مطبخ والدتي رحمه الله عليها. طبعا فضلا وليس امرا، كل اللي بيشوفنا يدعي لها بالرحمه ويقرا لها الفاتحه. ده المطبخ المحبب لقلبي يعني صراحه. فالنهارده معايا كيلو ونص من الدقيق. حطيت عليهم 3 معالق ونص من السكر، معلقة اللي هي معلقة الأكل بتاعتنا العادية، وحطيت كمان ذرة ملح صغيرة، وحطيت نص كيس من البيكنج باودر. وده بيديني توريقة حلوة جدا 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 للفطير بتاعنا. فحطوها وجربوه بيها هتعجبكم جدا ان شاء الله. وبدأت انزل بالمية بتاعتنا تدريجيا زي ما حضراتكم شايفين كده. مش هحط المية بتاعتي كلها مرة واحدة، هنزل بيها واحدة واحدة، ولو احتجت هزود زي ما حضراتكم شايفين كده. الدقيق بتاعنا طبعًا المَيّة اللي بياخدها على حسب نوع الدقيق، ممكن ياخد أقل ممكن ياخد أكتر، فأنا مش هاقول كمية المَيّة، أنتم على حسب ما العجينة تلِم معاكم وتبقى بالطريقة دي. لازم أقعد أعجن في العجينة كتير كده زي ما حضراتكم شايفين علشان تطلع عندي ليها عرق، علشان ما تتقطّعش معايا لمّا آجي أشتغل بيها. فالعجن المستمر لحد ما اوصل لعجينه تكون ملمسها ناعم، مش بتلزق في ايدي، مش معجنه، وفي نفس الوقت مش جامده قوي. فلازم اداني اعجن فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. آم، هنا انا كنت بوري حضراتكم ان هي مش بتلزق، ومع ذلك هعجن برضو فيها كمان شوية علشان اتأكد ان الملمس بتاعي يكون ناعم خالص، ويطلع معايا الفطير بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هسيب العجينة عندي ترتاح بالظبط. مش بسيبها كتير، 5 دقايق. وبعد كده جيت عندي جبت صينية زي ما حضراتكم شايفين كده، دهنتها بس دهنة من الزيت علشان احط عليها كور العجين بتاعتنا، وبقطع العجين بتاعي كرات صغيرة كده زي ما انتم شايفين. العجينة ما بتلزقش ومش دهن ايديا زيت، يعني تاخدوا بالكم ان احنا ما بندهنش ايدينا زيت، احنا بنقطع العجينة زي ما هي كده. العجينة مش محتاجة ان احنا ندهن ايدينا زيت لان هي مش بتلزق. بقطع العجين بتاعي كرات صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، وعلى حسب ما انتوا هتشتغلوا بالفطير، على حسب يعني ما انتوا عايزين تطلعوا هتعملوا العجين الكور بتاعتكم. احنا الفطيرة عندنا بتاخد هنا اللي احنا هنعملها دي، هتاخد 4 كور من كور العجين اللي انتوا شايفينها دي. بحب دايما اعمل واحدة كبيرة والباقيين صغيرين، علشان يديني توريقة حلوة للفطير بتاعنا. وناخد بالنا يا جماعة ان في تريح الدقيق او تريح الفطير بتاعنا ما بسيبوش يريح فترة طويلة. في ناس بتعمل الفطير او بتعجن العجين يعني وتسيبه ساعة ساعة ونص يريح. لا طبعا احنا مش حاطين خميرة، وفي نفس الوقت لو سيبناه يريح اكتر من اللازم العجينة معايا بتبوظ، اولا بتبتدي تقطع، ثانيا ما بتورقش، وبيدينا شكل تاني خالص للفطير وما بيبقاش فطير صراحة يعني. فناخد بالنا من الحتة دي، احنا لما بنسيب العجينة ترتاح بسيبها بالظبط من 10 ل 12 دقيقة. ده بعد التقوير، يعني بعد ما بقطعها زي ما انتوا شايفين كده بسيبها من 10 ل 12 دقيقة، بسيبهاش اكتر من كده. لكن بعد ما بعجنها ممكن اسيبها يعني 5 دقايق تهدى شوية بس من العجن، وبعد كده ابتدي اشتغل فيها، لاني مش محتاج ان انا افرد فيها. يعني مش لما باجي اعجن العجينه واسيبها ترتاح بعد كده ما بحتاجش ان انا افرد فيها، فبسيبهاش ترتاح كتير يعني. هي يا دوبك بس 5 دقايق، وبعد كده ابتدي اكور فيها او اقطع فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا كنت قربت اخلص اهو زي ما انتم شايفين الكميه بتاعتنا، والكميه بتاعتنا ديت طلعت معايا تقريبا 8 فطاير. بس طبعا مش فطير كبير زي بتاع الافران الفرن، احنا الصاج عندنا بيبقى كبير. يعني الفطيره ممكن تاخد الكيلو ونص دقيق، يعني الكيلو ونص دقيق اللي احنا عاملينهم دول ممكن يعملوا لي فطيره واحده لو احنا هنعملها في الفرن. احنا طبعا بنعمله هنا فطير متوسط الحجم، مش كبير قوي ومش صغير قوي، وفي نفس الوقت يكون فطير مورق وطري ومشلتت زي ما بيقولوا عليه بالظبط.
فهو سهل جدا، هي بس مشكلته كلها في العجن. انا طالما عجنت والعجينه معايا طلعت مظبوطه وما بتلزقش، يبقى انا كده خلصت 3/4 المهمه بتاعتي. هبتدي بقى ادهن وش العجين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالزيت، علشان ما ينشفش وعشان كمان ما يلزقش في بعضه. وهنسيبه زي ما احنا اتفقنا، هسيبه بالظبط 10 دقايق، هغطيه بحته فوطه مطبخ زي ما احنا شايفين كده، واسيبه يرتاح من 10 ل 12 دقيقه. هنا كنت خلصت خلاص، الفطير بتاعي ارتاح او العجين بتاعي ارتاح، وهبتدي ان انا اشكل بقى الفطير بتاعنا. زي ما احنا قلنا الفطيره بتاخد 4 كور من اللي احنا، او 4 كور من اللي احنا شكلناهم دول. هفرد بس فرده بسيطه بالزيت، مش سمنه، يعني انا بيدوبك بس السمنه حاجه بسيطه، بس الاساسي في الفرده الاولانيه دي الزيت، وما نكترش لان الزيت بينشف معانا العجين. تمام. فهفرد 4 فوق بعض كده واسيبهم يرتاحوا عقبال ما اعمل الاربعه التانيين. يعني انتوا لو هتلاحظوا دلوقتي انا حطيت 4 فوق بعض وسبتهم في جنب، وبعمل الاربعه التانيين. مجرد ما اخلص التانيين هبتدي اعجن في الاولانيين، ولما باجي افرد في الاولانيين باخد من تحت لفوق اهو. قلبت مع حضراتكم اهوت العجين، وابتدي افرد الاولانيه وبعد كده افرد اللي بعد كده. وطول ما انا بفرد، طول ما انا بحط يعني دهنه بسيطه كده من السمنه، مش بنغرقه يعني. تمام. فهو بياخد دهنه بسيطه جدا من السمنه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبتدي احط اعمل كوره، وبعد كده اروح اعمل التانية واحط الاتنين على بعض زي ما هتشوفوا كده. وما بين واحده والتانية هحط دهنه من السمنه. هنا بقى المفروض قصه الزيت خلصت معايا، آه، او لو احتجتها بحط حاجه بسيطه قوي ما بكترش، علشان زي ما احنا قلنا الزيت من الحاجات اللي بتنشف معانا العجين. زي ما حضراتكم شايفين كده هفرد 4 وحدات فوق بعض، وهبتدي بعد ما افرد الاربعه افرد كمان فرده الاربعه بقى على بعضهم، وناخد بالنا جدا واحنا بنفرد ما بنفردش بنشابه. ما بنف... ولما بنيجي نفرد بنتك قوي على فرد الاحرف، علشان لما اجي الم الفطير زي ما انتوا بصوا العجينه بتتفرد معايا سهله جدا، ما بتلمش. ده معنى كده ان هي مرتاحه كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده. فردت هبتدي الم اطبق، احط دهنه من السمنه 4/4. لو عايزين تعملوها مربعه تسيبوها مربعه، مش هكورها زي ما انتوا شايفين كده. انا عشان الصواني بتاعتي مدوره فانا كورتها زي ما انتوا شايفين كده. وهدهن الصينيه بتاعتي دهنه من السمنه، وهحط فيها العجينه اسيبها ترتاح لحد ما اخلص باقي الكميه بتاعتي. التانية برضو قلت اعملها مع حضراتكم، بجيب اول واحدة عملتها تحت افرد بالسمنة، وما بين كل طبقة والتانية بحط دهنة بسيطة من السمنة اسف من السمنة. زي ما انتم شايفين كده اهو، بحط واحدة وفوقيها التانية، وهكذا. الكمية بتاعتنا بقى كلها هنعملها بنفس الطريقة، ما بياخدش معايا وقت خالص. زي ما احنا قلنا هو مشكلته كلها في العجن. عجنت كويس وريحت العجين كويس هيطلع معايا احلى فطير ممكن تاكلوه في حياتكم. ولا بقى نروح نشتريه من بره بمبلغ وقدره، ولا نروح نقعد عند الفران ونضيع وقتنا هناك. احنا ممكن نعمله في البيت زي ما انتم شايفين كده، مش هياخد مننا ساعة زمن، وهنكون عاملين احلى فطاير. اهو قفلت الاربعة على بعض، وهبتدي افرد بقى كله، وافرد سمنة نطبق، اه واحط دهنة سمنة اهو زي ما انتم شايفين كده، دهنة سمنة اليمة التانية وهكذا بالظبط كده. واروح ابتدي ادخل العجين كده لتحت كله علشان يديني شكل الكوره. ادهن الصينيه بتاعتي سمنه، وبعد كده اسيبه لحد ما يرتاح. هنا كان العجين بتاعي ارتاح، هرجع بقى اخد اول واحده، اول فطيره معايا عملتها هي اللي هبتدي بيها. تمام. هحط معلقه من السمنه بتاعتنا وابتدي افرد فيها زي ما انتم شايفين كده في الصينيه كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وناخد بالنا واحنا نفرد كويس عشان ما يبقاش الفطير عندي مكلكع، يعني ولا افرده قوي اخليه رقيق قوي، ولا اسيبه زي ما هو واخليه تخين ومكلكع معايا او معجن معايا. هبتدي افرد كده زي ما انتم شايفين بصوا، وهبتدي احط معلقه من السمنه، علشان السمنه هي اللي بتطري لي عندي الدقيق الفطير، وبتخليه مورق من جوه. سمنه طبعا او زبده المتاح عندكم. انا النهارده عامل بسمنه عادي، بسمنه عاديه، مش سمنه بلدي ولا زبده. احنا عاملينه باقل اقل اقل الامكانيات واقل التكاليف، ولا جبنه نشابه بقى ولا مكان فرد ولا الكلام ده. بدخل الفطير عندي الفرن درجه حراره 200، بحطه على الصاجه من تحت، ما بولعش، ما بحطش في النص. لو حطيناه في الرف اللي في النص هينشف معايا. بحط الفطير عندي تحت، وبولع عليه فوق وتحت، يعني شوايه وفي نفس الوقت الفرن من تحت. بيطلع عندي زي ما انتم شايفين كده قابب ومورق جدا وطري جدا. اول ما بيطلع بديله رشه من الميه واروح على طول مغطيه،
رشه بسيطه كده بايديا من الميه واروح مغطيه. وهكذا هكمل باقي الفطاير بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، اطلع اتنين ادخل اتنين. انا الفرن عندي بياخد صينيتين. هنا كنت خلصت معايا الفطير وسبته يرتاح شويه، وهوريكم دلوقتي التوريق بتاعه عامل ازاي. ما بقطعش لا بشوكه ولا بسكينه زي ما انتم شايفين كده. فطير مورق جدا معايا. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم جدا باذن الله. وطبعا لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.